ها يا دكتور، انا مايا 15 سنه، بطني عاليه جدا مع اني طول الوقت باكل اكل هيلثي، بس في اوقات معينه في الشهر بحس ان انا عندي كريفنج للديزرت وعايزه اكل الشوكليت باي طريقه، بس مامي ما بترضاش وتقولي ان دي السبب ان انا بطني عاليه وما ينفعش اكل ديزرت خالص. تقدري تساعديني؟ هاي يا مايا، لا طبعا في انواع ديزرت كتيره تقدري تاكليها وتكون كمان ما بتعملكيش اي بطن عاليه، والحاجات دي كمان امثله منها. قوليلي بقى ايه اكتر مثال منهم عجبك؟ يامي، كلهم عجبوني بس اكتر حاجه الموافن كيك. اوكي، يلا بينا نحضره ونتكلم شويه مع بعض. طبيعي البنات في اوقات معينه في الشهر بيكون عندهم البيريود فيها، الفتره دي بيحصل عندنا كريفنج جدا لاي حاجه فيها شوجر عالي، زي الشوكليتس وزي الكيكس وزي البان كيك واي حاجه تانية يكون فيها سكر عالي. ودي مش حاجه غلط، المهم ان احنا في الوقت ده نتعلم ازاي ناخدها بطريقه صح، وفي نفس الوقت ما نكونش بنضر جسمنا. اهم حاجه نتعلم ان احنا لما ناخد الكيكس ان احنا ما ناخدهاش اول ما نصحى من النوم، ما ينفعش نبتدي يومنا بحاجات مسكره. اوكي؟ اوكي. كمان ان احنا لو حبينا ناخدها بالليل ما ناخدهاش لوحدها، يفضل ان احنا ناخدها مع مكسرات او حاجه يكون فيها بروتين عالي زي الرايب. بتحبي الرايب؟ جدا بحبه جدا. خلاص احنا كده متفقين. ممكن تعملي المافين كيك دي، واحنا كمان ممكن نعمل بولة واحدة بس صغيرة على قدنا، هيكون طعمها لذيذ جدا. بجد؟ يعني انا اقدر اكل كل الشوكليت دي كل يوم؟ لا طبعا مش كل يوم، لان حتى واحنا عاملينها بطريقة هيلثي فهي برضو ستيل هاي شوجر، وعشان كده هتزود عندنا الكريفنج. فاحنا هنتفق مع بعض على اوقات معينة نقدر ناخد فيها الشوكليتس دي من غير ما تضر جسمنا. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص يا دكتور، هعمل اللي حضرتك قلت عليه وهقولك على النتيجة. اوكي يا مايا، انا هستناكي. باي باي. باي.